ماسكيرانو والبارسا يعاني من حماسة فريق الدار. يطلب المساندة، الكرة لفريق لا كورونيا. ديبورتيفو عنده الكرة، اللاعب كارلوس جيل لفيصل فجر يمشي في هذه العشية، يوزع عرضية والهدف الأول للدار. أوري اشتاقن أوري كانت كرة التقدم لديبور، مروا على كورونيا في البريميرا بارتي، واحدة واثنين مشات ولا أروع، والكرة متاع مهاجم كبير برشا هو جوزيلو، يضرب كرة واشتاقن متاع حارس كبير تير شتاقن العنكبوت، يمنع على كورونيا من المثيرو. 40 دقيقة وشوط مولع. مباراة ليست سهلة، ولذلك انطلقت في البداية وقلت كيف سينجح برشلونة بعد 4 أيام في السماء أن يرجع للأرض. ترجع الكرة في وسط ميدان بالراس، خطيرة مش ممكن، الحارس يشتغل، جول دير سوبر ديبور، 1-0 للا كورونيا، 1-0. هذا هو السؤال يحتاج لإجابة. كيف سينزل الأرض من السماء، البارسا من السماء إلى الأرض بعد سداسية التاريخ؟ 1-0 لا كورونيا في الدقيقة 40. 1-0 بالديبور. هذا هو المجهود، هذه الكرة الثابتة، هذه الانطلاقة، فكان الكرة مشات وجات، تير شتاقن تركها، يضرب الكرة جوزيلو الهداف رقم 7 اللي يعوض هدافهم، يسجل في المرمى الهدف الأول مباراة. شوف الكرة، شوف المتابعة، الكرة الأولى ما دخلتش، فسخها شتاقن، هذه الكرة كانت ممكن يكون أفضل، تأخر، هل يسأل عليها رفقائي في الاستوديو؟ تير شتاقن أم لا؟ كرة ممكن زلقت منه لأنه فما المطر، بحكم أنه الدنيا ممطرة، ممكن علاش فلتت منه، لكن في الأخير هي دخلت. 1-0 في الشوط الأول. الأرقام غريبة جدا. البارسا 6 محاولات والتعادل. المحاولة السابعة في الجول عن طريق لويس سواريز البيستوليرو. هذه قوة البارسا. غريبة أرقام الشوط الأول. كنت باش نقول شوطة واحدة على المرمى في 6 محاولات هجومية للبارسا، ولكن بداية الشوط الثاني غير، وهذا ما نهيت به تساؤلي في نهاية الشوط الأول. التسليم الختمي مقدم الاستوديو زميلي خالد، قلت الشوط الثاني هذا الموسم يعرف دائما تراجع من ديبورتيفو، ويعرف أفضلية كاسحة لبرشلونة. البيستوليرو لويس يطلق رصاصة العودة وكرة التعادل لا تسد ولا ترد يا جيرمان. شوف البومبا، بوم، 1-1 عن طريق لويس سواريز. البوينغا والإيربوس، الراية تير شتاقن الكونكورد بكل لغات الفضاء، أنقذ كرة، ولكن الثاني يأتي جول. نفس السيناريو، أنقذ كرة رهيبة معجزة، وقبل على كرة ثانية من ركنية موالية. أي سيناريو في الريع، مر من هنا وصعد هنا وحلق هنا وضرب هنا، والكونكورد رجعت على الأرض يا ميسي، الكونكورد والبوينغ رجعت على الأرض يا ليو. هناك كرة يسر عليها دفاع، جوردي قصير يتابع، يطلع فوقه بيرغانتيني وسيضرب الريتي جولازو ديل ديبورتيفو. 2-1 لكورونيا، ولكن طبعا هذا يوصل عليها الدفاع والمراقبة. أين بروج المراقبة وأبراج المراقبة في برشلونة؟ هم يحتاجون يقولوا فما خطأ، لأنه تركز على جوردي ألبا، لأنه طلع فوق جوردي.